كيكة احمد الزامل الليزي كيك الترند، وهنشوف هل تستحق انها تفايرل ولا الناس بتبالغ. اول حاجه انا عملت الكيك في البيت اهي، هخرمها وبعدين هحط عليها لبن بالشوكولاته. ويا جماعه ليزي كيك ايه بس، والله خطوات تحضيرها كتير، يعني هي اسمها ليزي كيك بس هي مش للليزي خالص بصراحه. هنحط لبن بالشوكولاته عليها، وكمان مقاديرها مش موجوده في كل بيت، يعني ما اعتقدش ان الناس الطبيعيه عندها تشوكو رايس، ما اعتقدش، ولا الكريمه، يعني هي موجوده بس مش دايما. كده وطيناها باللبن بالشوكولاته. الطبقه اللي بعدين الكريمه مجهزاها، احطها على طول. جبنا الكريمه نبتدي نحطها. حاسه ان انا عملت كريمه كتير خالص، يعني بصوا دي مليانه، بس معرفش هي جت معايا كده. هعمل باقي ايس كريم بعملها وانا صايمه. امبارح كنت هعملها بس رجعت، كنا بنعمل شوبينج بقى علشان العيد وكده، وجيت تعبانه خالص فما قدرتش اعملها امبارح. خلصتها وسويتها شويه اهي، ما شاء الله الكريمه كتير خالص، وفضل منها كمان. دلوقتي هحط عليها شوكليت، هسيح شوكليت واحطهم عليها. احط شوكولاته خام واحط عليها لبن، كريمه، قشطه، هشوف. راح اسيح الشوكولاته، هشوف احط عليها ايه، بس دي شوكولاته خام فمحتاجه انها تتخفف اكيد. سيحنا الشوكولاته والحمد لله اهي. الرغوه اللي فوق دي من الكريمه، حطيت لها كريمه وقشطه. اي ثينك دلوقتي بقيت فاتحه شويه. بقى هنا انتوا مش شايفين صح، بس هي بتغوص لتحت، فانا مش عارفه محتاجه ان انا اعمل ايه بصراحه. حطها وخلاص. والله انا خايفه ابهدل هدومي، في كتير منها اتحرق تحت. بصوا شكلها بقى عامل ازاي، اللي فوق اختلط باللي تحت وبقت حاجه زي الفل. غالبا كان المفروض احطها في الثلاجه بعد ما حطيت عليها الكريمه. المغرب هيأذن ان انا عايزه اعمل الفطار، بس دلوقتي انا مجبره احطها في الثلاجه علشان المنظر ده يتصلح. حطيتها في الثلاجه لغايه ما نعمل الطبقه الرابعه والاخيره. شوكو رايس ما لقيتهوش بسهوله بصراحه، وبعدين لما لقيته كان خلاص قرب يخلص ومفيش الا الحجم ده والحجم التاني اللي هو كيلو تقريبا، فجبنا من ده 3 بقى، وتقريبا كان اخر 3 اللي احنا خدناه. هيغلبني في الفتح. مش عارفه دول هيكفوا ولا لا، اعتقد هيكفوا يعني. حرفيا المكان جنبي اتبهدل، طلع كتير والله، كنت فاكراها اقل من كده. المفروض بقى احط عليهم، نفسي ادوقه بجد، يعني انا مش عارفه طعمه ايه، في حياتي ما دقته، بس ندوقه بعد الفطار. اروح اسيح شوكليت تاني، للاسف احطها عليه، نسيت اسيب لهم شويه. بقى شكلهم حلو اكتر. احط عليهم الكاكاو الخام. اي ثينك ده هيكفر، سوري، جزء بس منهم كفر، فشكلي هعملهم بمعلقه او هغسل ايدي واعملهم، مش عارفه، هشوف. تمت المهمه بنجاح. نروح بقى نجيب الكيكه من جوه علشان نحط عليها اللي احنا عملناه ده. جبناها. حرفيا الدنيا حواليا متبهدله. كويس ان هو مش قاعده. اي ثينك انتوا شايفين جزء من الوضع اللي هنا. نحط ايه؟ الشوكو رايس. لا ما تتخيلوش انا مبسوطه قد ايه، اخيرا خلصت. نغطت كلها بالشوكو رايس. نحطها بقى ايه في التلاجة لأذان المغرب. لسه فاضل ساعة وربع او اكتر شوية، ساعة وربع، فنروح نعمل الفطار. شكلها كتير حلو. كيك ندوق. قد ما الناس جربتها وقالت انها حلوة، ف I'm so excited بصراحة ان انا اجربها. المفروض ان الواحد بيقطعها كده، بس انا مش عايزة اخد كمية كبيرة، اخد كمية صغيرة علشان لسه فاكرة دلوقتي، عايزة اكل بصراحة. ندوق.
هي بصراحه حلوه قوي، ويمكن اللي محليها اكتر ان انا كل حاجه مستخدماها فيها كانت خام، يعني الشوكولاته خام، والكريمه اللي حطاها في الطبق دي برضو خام، عشان كده يمكن يعني حلاوتها مش لاذعه، في نفس الوقت حلوه قوي. والكريسبي اللي فوق ده مديها طعم رهيب، حلوه قوي بصراحه، رهيبه. دايما كنت لما بشوف فيديوز بيقولوا ان الكيك بتاعتهم رفيعه الطبقه بتاعتها، بس انا عامله كيك اي ثينك طبقه كويسه، فده مخلي طعمها حلو. 10 من 10 نجمه. باي.